عشية عدم استدعائه من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي، شارك الدولي المغربي حكيم زياش كاحتياطي في المباراة التي فاز فيها فريقه غالاتا سراي التركي على فريق توتنهام الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة من اليوروبا ليغ. وشارك حكيم زياش بديلا في الشوط الثاني من المباراة، حيث منح تمريرات جيدة لزملائه المهاجمين، منها تمريرة للأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل منها هدفا قبل أن يتم رفضه بداعي التسلل. وأثار إبعاد زياش عن التجمعات الأخيرة والمباريات الأخيرة للمنتخب الوطني عدة تساؤلات واسعة بين الجماهير المغربية، فيما كان وليد الركراكي قد صرح بأن إبعاد زياش مرتبط باختيارات تقنية فقط تتعلق بعدم جاهزية المحترف المغربي، خاصة بعد معاناة من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لفترة طويلة. وأبدت بعض الجماهير تفهمها لقرار المدرب وليد الركراكي، فيما عبر آخرون عن قلقهم من غياب نجم بحجم وقيمة زياش. ويظل غياب حكيم زياش حدثا بارزا في المشهد الكروي المغربي،